كمهندسين تشتغلوا عشان تكسبوا لازم تاخدوا كذا مشروع اكيد في نفس الوقت، يبقى عندكم عدد كبير قوي من الصناعيه، ازاي بتسيطروا عليهم وتحافظوا لي على الشقه بتاعتي او وحدتي؟ هو اولا بغض النظر عن كميه المشاريع مفيش حاجه اسمها ازاي تسيطروا على الصنايعيه، لان الصنايعيه دول في الاخر بني ادمين زينا زيهم بالظبط. رقم واحد، لازم الصنايعي يحبك ويخاف على زعلك ويحترمك، ومش هتعرف تحقق المعادله دي الا لو انت بتعامله معامله كويسه جدا وبتقدر شغله كويس جدا. واكيد مع التقدير النفسي والمعنوي ده يكون في تقدير مادي، لان احنا كمهندسين شويه لينا مواصفات خاصه وشويه لينا طلبات مش اي حد بيطلبها، فبالتالي لازم الصنايعي يتقدر طبقا للمجهود اللي بيقدمه. ولا بنقول ياخد زياده ولا بنقول ناخد من حقه، لكن ياخد قيمه مقابل سعر. انا في النهايه عندي مواصفه، المواصفه دي ليها سعر معين. في الحاله دي الصنايعي فعلا هيحبك وهيقدرك وهيخاف على زعلك، لانك في الحاله دي مهندس كويس مش بتاخر عليه فلوس، بتعامله باحترام، وهو كمان بيحترم مواعيده وبيحترم شغله وبيديك الجزء الفني اللي انت محتاجه. فانت محتاج ايه تاني؟ كل اللي انت هتبقى محتاجه فقط انك تحترم ادميته وتقدره ماديا ومعنويا، وتبقى فاهم كويس جدا ان هو ساعتها هيخاف ان هو يخسرك. وده المنهج اللي احنا بنتعامل بيه.